كلنا عارفين ان الماء النجس ما ينفعش استخدمه في الطهاره، زي الوضوء والاغتسال وازاله النجاسه. هتزيل ازاي النجاسه اصلا بماء مش طاهر؟ وماء نجس هنا يعني ماء طاهر اصلا بس خلطته نجاسه، سواء النجاسه دي قليله او كتيره، ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو النهارده. كلنا عارفين الميه الطاهره او الماء الطهور ليه 3 اوصاف، ملوش ولا لون ولا طعم ولا ريحه. لو النجاسه دي خلطت الميه نفسها وغيرت احد اوصاف الماء ال3 بيعتبر الماء ده نجس، وقولا واحدا كده ما ينفعش تستخدم الماء النجس ده ولا في الطهاره ولا في غيره، زي انك تشرب منه او تطبخ بيه. والسؤال هنا اطهر الميه دي ازاي عشان اقدر استخدمها؟ ممكن تجيب الماء النجس ده وتفضل تكب فيه ميه لغايه ما الميه نفسها ترجع لوضعها طبيعي، وساعتها اقدر استعمله. الحاجه الثانيه تطهير الماء بطول المكث. ساعات الميه نفسها لما بتقعد فتره طويله النجاسه دي بتبدا تختفي بعد فتره. العلماء هنا قالوا لك لو النجاسه نفسها دي راحت بعد فتره والميه برضو رجعت لاوصافها الثلاثه الاصليه يعتبر الماء ده طاهر واقدر استخدمه عادي. الحاجه الثالثه المعالجات اللي بنعملها على الميه في محطات الصرف الصحي وتنقيه المياه. فانت عشان ما تتعبش وتغلب نفسك ركز على الحاجات دي، لون الميه وطعمها وريحتها. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ولو وصف واحد اتغير سواء كان اللون او الطعم او الريحه بسبب النجاسه يبقى الماء ده نجس ولا يجوز استعماله. وده اللي هيكون ان شاء الله موضوعنا الحلقه الجايه. دي حياه المسلم. سلام.